بقالي سنين بعمل كده ومرتاحة من السنة للسنة من غير ما تغير لونها ولا كمان تغير طعمها. ان شاء الله النهاردة كده مع بعض هنفرز المانجا. انا جايبة النهاردة 3 انواع من المانجا لان احنا هنعمل كذا حاجة. انواع المانجا اللي انا هستخدمها النهارده، انا هستخدم المانجا النعومي اللي بيبقى فيها جزء احمر مع اصفر دي. تمام، دي حلوه جدا جدا لو انت عايزه تقطعيها مكعبات او للحلويات. وبرده المانجا الكيت عايزه اقول لكم رهيبه، والتسكيره بتاعتها حلوه قوي قوي فوق ما تتخيلوا. واللي هنعملها عصير مع بعض النهارده الزبديه. نبدا كده على طول ونشوف هنعمل بقى الوصفه بتاعتنا ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدا ادعمونا كده بقلب اكسبلور عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. اكون شاكره لكم جدا جدا. اول حاجه قبل ما نبدا في تفريز المانجا لازم نلبس جوانتي معانا عشان المانجا بتسود الايدين، خصوصا لو بتعملي كميه كبيره. بعد كده هنبدا نقشر المانجا بتاعتنا. انا هقشرها بالمقشره او تقشريها بالسكينه عادي جدا، مفيش مشكله خالص. لو المانجا بتاعتك متماسكه زي دي تقشريها بالمقشره. انا بقشر بالمقشره زي ما انتم شايفين كده، وبرده اقشر لكم بالسكينه اللي حابب ايه يقشرها بالسكينه. كده خلاص قشرتها معايا تمام. وهبدا اقطعها كده زي ما انتم شايفين شرايح. هنبدا بقى نحتفظ بيها ازاي؟ هنحتفظ بيها كده في علب ثلاجه لو انت عايزاها كده قطع زي ما انت شايفه كده شرايح. تمام. واللي انتم شايفينه كده على الجناب ده انا بقطعه مكعبات، لان انا هحتفظ بالمانجا مكعبات واحتفظ برده بيها ايه شرايح. الشرايح دي بقى لو انت بتعملي تورته مانجا، بتعملي حلويات. المكعبات دي برده لو انت عايزه تاكليها كده بالمعلقه حلوه قوي قوي. عايزه برده تعملي بيها ايه حلويات برده حلوه جدا، على حسب بقى النوع اللي انت هتستخدميه. عندك بقى ايه الشرايح وعندك المكعبات. جهزت بقى دلوقتي كده عندي علبه حفظ وابدا احط كده فيها مكعبات المانجا. انا بقطع كل حبه مانجا وابدا احط الشرايح في علبه والمكعبات في علبه. اخلص العلب احط غيرها وهكذا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها، علشان طبعا انا عامله كميه كبيره تكفيني باذن الله طول السنه. ودلوقتي كده هبدا احتفظ ايه بالشرايح بالشكل ده. بس اهم حاجه تحطي بين كل طبقه والتانيه كيس. ليه بقى؟ لان انت لما بتخرجي المانجا ممكن ما تبقاش محتاجه الكميه اللي في العلبه دي كلها، وتحتاجي كميه قليله، فما ينفعش احنا نطلعها وتفك كلها وبعد كده ناخد منها. فاحنا بنسحب كده بالكيس على حسب ما احنا محتاجين. هتلاحظوا هنا القطعه دي انا قسمتها كده الجزئين. ليه بقى؟ لان الجزء التاني ده طري، فما ينفعش لو انا عايزه اقطع مانجا شرايح ما ينفعش طبعا الجزء الطري ده مش هينفع معايا خالص. فانا بضيفه على المانجا اللي انا عاملها عصير اللي هي هتكون زبديه. اي طبعا حاجه بتطلع مني من نعومي والكيت ببدا احطها على الزبديه اللي انا هعملها عصير. فاي كميه بتطلع مني طريه بحطها عليها تتعمل معايا عصير عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. عايزه اقول لكم بالعكس بيكون ميكس حلو قوي قوي، غير لما تعملي نوع مانجا واحد. لا، لما تعملي كده 3 انواع مع بعض بيديكي طعم حلو جدا. دلوقتي كده ايه بقشر معاكم النعوم وزي ما قلت لكم هقشرها بالسكينه عادي جدا. وطبعا القشر ده احنا هنحتاجه معانا في الاخر، يعني مفيش اي حاجه هتترمي معانا. بقطعها برده مكعبات وبقطعها شرايح، وبعمل برده في العلب كده ميكس ما بين ايه النعومي والكيت. طعمهم بجد خطير. وكمان هنعمل مربى مع بعض كده في الاخر خطيره هتعجبكم جدا. احلى طريقه بجد مربى المانجا هتعمليها معايا النهارده. كده خلاص انا قطعت كده المكعبات زي ما انتم شايفين، ودي كده اللي انا بقطعها شرايح بضيفها كده معايا في العلبه. وبين كل طبقه والتانيه بحط كيس لحد ما اخلص بقى ايه كميه المانجا اللي انا عايزاها شرايح ومكعبات. طبعا ده على حسب احتياجك، يعني تشوفي انت محتاجه تعملي ايه. لو بتعملي حلويات كتير هتزودي مثلا، لو بتعملي العصير اكتر يبقى تخلي كميه العصير طبعا ايه اكبر. بقفل بقى العلبه معايا بالشكل ده. وطبعا لو في اي مانجا كده عليها بنضفها كده بمنديل مطبخ. وكده خلاص العلب بتاعتي جاهزه معايا تمام. هبدا دلوقتي اعمل كده الزبديه. ودي كده الشرايح اللي انا قلت لكم عليها بتكون طريه. وبنضف المانجا كلها هنا سواء الكيت او النعومي، بنضفها هنا في الطبق ده. وبعد كده بقطع الزبديه عليها بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. مجرد ما خلصت الزبديه ببدا اقلب بقى الكميات كلها مع بعضها عشان ايه يتجانسوا مع بعض. وبعد كده نبدا بقى نعبيهم في اكياس. وطبعا بالنسبه للاكياس على حسب الاكياس المتوفره عندك، يعني مش شرط كيس معين. كده خلاص انا قطعت كميه الزبديه بتاعتي كلها واقلب كده المانجا كلها مع بعضها. وبعد كده نبدا نكيسها مع بعض واقول لكم نكيسها مع بعض ازاي. بنجيب كده دوره ونبدا نحط كده فيه كيس ثلاجه او كيس حفظ على حسب المتوفر عندك. حتى لو ما عندكيش كيس الحفظ اللي هو بيتقفل ده عادي جدا، استخدمي اي كيس حفظ عندك. وهنبططه معانا ونبدا نطبق الكيس ونحتفظ بيه في الفريزر عشان بس ما ياخدش معانا مساحه. بعبي المانجا بتاعتي بالشكل ده، وطبعا الكميه على حسب بقى طبعا احتياجك. بعد ما عبيت المانجا معايا بالشكل ده ببدا اخرج كده من الكيس الهواء وبططها معايا، وبكده ما تاخدش معاكي مساحه خالص في الفريزر. طيب لو انت عندك كيس عادي ما عندكيش الكيس اللي هو بيتقفل ده مفيش مشكله خالص. كل اللي هتعمليه ان انت هتبططي كده لون نص بس. وطبعا هحطي اقل من الكميه اللي انا حطاها دي، يعني هتخليها بس لون نص. وبعد كده تطبقي الكيس عليه. وبكده برضه هتكون بنفس الطريقه مفيش اي مشكله خالص. طبعا خلصت الكميات كلها كده بنفس الطريقه. ودلوقتي هبدا اعمل معاكم كده ايه بقى مربى المانجا. هعمل النهارده كده كيلو من المانجا. احسن نوع مانجا تعملي بيه مربى مانجا الكيت. عايزه اقول لكم بجد خطيره، جربوها تدعوا لي. هستخدم كده معاكم، انا عايرت كده بالميزان كيلو من المانجا القطع. هضيف كده عليه نص كيلو من السكر. يبقى اي كيلو من الفاكهه بنضيف عليه كده نص كيلو من السكر.
ونغلف المانجا بتاعتنا من السكر، وممكن نسيبها ساعه ساعتين، وممكن تسيبيها من الليل. كل ما تسيبها وقت اطول طبعا بيكون احسن. بس انا طبعا كنت مستعجله عشان انزل لكم الفيديو، فانا ضفت عليها السكر وسبتها بس ربع ساعه، وبعد كده رفعتها معايا على النار. غلفتها الاول كده بالسكر بالشكل ده، بتبدا بقى تجيب ميتها تمام، وبعد كده بترفعيها على النار مفيش مشكله خالص. اول ما بتبدا تجيب معاك كريم بالشكل ده، بتبداي تشيلي الريم الاول قبل ما تضيفي عصير الليمون. يعني بخليها تغلي الاول على النار، وبشيل اي ريم يطلع معايا كده على الوش، وبعد كده بضيف ليها كده ايه عصير ليمونه كامله، واسيبها تستوي على نار هاديه. بتاخد من ساعه لساعه وربع على حسب النار بتاعتك تمام. اول ما تلاقيها استوت معاكي تمام، يبقى هي كده خلاص ايه جاهزه معاكي. بتسيبيها لما تبرد تماما، وبعد كده تبداي تعبيها في البرطمانات كده. خلاص بعد ما غلت معايا تمام، ضفت كده ليها عصير الليمون، وهسيبها بقى تستوي على نار هاديه، واوريكم شكلها بيكون عامل ازاي. طبعا عشان ما اطولش عليكم، انا هوريكم كده بعد ما استوت معايا بعد ساعه وربع بالظبط. ما شاء الله كانت حلوه قوي قوي. لو انت عايزاها قطع زي ما هي كده، بتسيبيها زي ما هي. لو عايزاها بيوريه، بتعملي ايه؟ بتبداي تضربيها بالهاند بلندر، او بعد ما تبرد تضربيها في الخلاط وترجعيها على النار تاني تاخد غلوه. وزي ما شفتوا كده معايا، اخر حاجه بضيفها هي الفانيليا. كده هي استوت معايا تمام. كل اللي هعمله ان انا هستنى لما تبرد تماما، وفي المرحله دي هعقم البرطمانات بتاعتي. طبعا نعقم البرطمانات بتاعتنا ازاي؟ بنحط فيها ميه مغليه ونسيبها لما تنشف تماما، وبعد كده هبدا اعبي البرطمانات بتاعتي. عملت 2 من الحجم ده. ما شاء الله عايزه اقول لكم طعمها بجد خطير، حلوه قوي قوي، عجبت الاولاد عندي جدا. جربوها بس بمانجا الكيت وهتدعوا لي ما شاء الله. كده خلاص انا اعبي البرطمانات بتاعتي، واخر حاجه هنعملها مع بعض هي قشر المانجا. طبعا يا جماعه قشر المانجا ده ما بنرموش خالص، ممكن نعمل بيه كذا حاجه. تعملي منه عصير، تعملي منه ايس كريم، تعملي برده منه مربى، لان هو سمكه بيكون تقيل جدا، لان انا ما بحطش ميه كتير في الايه في الخلاط. كل اللي بعمله ان انا بحط كده القشر معايا في الخلاط، وبضيف ليه ميه. لو انت عايزه السمك تقيل بتحطي ميه قليله، وبنضيف السكر، والسكر ده على حسب الرغبه. وهنبدا نضربها في الخلاط. بس خطوه مهمه جدا جدا، ان انت لما تضربيها في الخلاط ما تضربيهاش ناعم. ليه بقى؟ لازم الضربه تكون ضربه خشنه، واوريكم شكلها بيكون عامل ازاي. لو ضربتيها ناعم مهما كانت المصفى بتاعتك ضيقه، بيطلع برده كده ايه قشر كده رفيع قوي في العصير بتاعك، فطبعا ما بيكونش مستساغ خالص وانت بتشرب العصير. فاحنا كل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نديها بس ضربتين في الخلاط، وتكون خشنه بالشكل ده، عشان ناخد بس ايه المانجا اللي بتكون في القشر، مش اكتر من كده. وهتعمل معانا كميه كبيره. ما شاء الله عملت معايا كميه تشوفوها دلوقتي كبيره جدا جدا. هوريكم دلوقتي الكميه اللي انا عملتها كلها، واحطها دلوقتي معاكم في التلاجة. دي المربى بعد ما بردت معايا خالص. شايفين جمال المربى يا جماعه؟ ما شاء الله حلوه قوي قوي. وطبعا زي ما انتم شايفين كده العلب اللي انا عملتها كده مكعبات، واللي انا عملتها شرايح، والاكياس اللي انا عملتها عصير. وطبعا اللي طلع معايا من قشر المانجا ده احنا هنشربه طبعا ده دلوقتي. سمكه تقيل جدا زي ما انتم شايفين كده، وينفع تعملي بيه مربى، هتبقى حلوه قوي قوي. نفس الكلام هتعملي ايه؟ هتعيري كده معاكي على الميزان كيلو المانجا بياخد كده معايا نص كيلو ونص سكر. ودلوقتي هنحتفظ بالمانجا بتاعتنا في الفريزر. انا عندي بخلي كل درج عندي لنوع معين، يعني مثلا درج للبلح، درج للمانجا، وهكذا، عشان كل حاجه تبقى لوحدها. ودي المربى بحطها كده معايا في باب التلاجة، واوريكم بقى كميه العصير بس اللي طلعت من القشر. عايز اقول لكم والله يا جماعه ما ضفت عليها اي حاجه، دي كده بس الكميه اللي طلعت معايا من القشر. شايفين ما شاء الله الكميه كبيره وحلوه قوي قوي. بكده وصفتي النهارده تكون خلصت. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموا الفيديو كده باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.